السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم قناة شيكولاستيك. هنقدم مع بعض النهاردة أسهل وأسرع بيتزا ممكن تعمليها، والطعم حكاية. لو كنت وصلتي معايا للحظة دي ممكن لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. نشوف مع بعض المكونات. معانا عيش أبيض، معانا كاتشب مكان الصلصة، لو حابة تحطي صلصة. أنا حابة أسهلها أكتر وأكتر. فردنا الكاتشب على العيش. معانا خضار متقطع وقوطة، خيار، زيتون. انتي ممكن تعمليها بشرايح الفراخ، سلامي، لانشون، او زي ما انا ما عاملاها كده بخضار وجبنة بس. زي ما انتوا شايفين معايا هنحط عليها الجبنة الرومي. انا للأسف الجبنة الموتزاريلا بتاعتي خلصت والشيدر، فانا حبيت اعملها بحاجة بسيطة جدا. جبنة رومي، انت على حسب ما اولادك بيحبوها، وانت هتحبيها جدا، سريعة جدا، مش هتاخد منك مجهود، وفي نفس الوقت فطار تغيير. زي ما انتوا شايفين معايا ندخلها على الشواية، مش هندخلها الفرن لان العيش مش هيستحمل. انا بحب اطلعها محمصة من الجناب. زي ما انتوا كده شايفين. انت حابة ما تقرصيش عليها في الشواية، بتقفلي عليها مجرد ما الجبنة بس بتاخد لون، او كمان ما بتحطيش كاتشب في الاطراف. زي ما انتوا شايفين معايا هي من فوق محمصة ومحمرة، بس من تحت طرية جدا وطعمها تحفة. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه. ولو حابين افكار جديدة تاني ممكن تقولوا لي في التعليقات. سهلة وطعمها تحفة. يا ريت بقى ما تنسونوش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ومعاهم انا كنت عاملة شوية شيبسي زي ما انتوا شايفين. بجد طعمها تحفة وتغيير عن البيتزا اللي احنا بنعملها، وسريعة. اولادك هيحبوها جدا، وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.